وصيتي أنا إن شاء الله يعني بعد رحيلي الحي أبقى من الميت، يعني إن كان الأعضاء دي هتصلح لحد يشتغل بيها ويمارس الحياة بيها وياكل لقمة عيش بيها ويربي أولاده أو يتزوج أو فده شيء جميل جدا عند ربنا. وعندي أنا بمنتهى الارتياح والسعادة لو ده يحصل. دي وصيتي أكيد إن شاء الله. في لحظات معينة، لحظات بنقف فيها قدام الحقيقة من غير زينة ولا ألقاب ولا شهرة، لحظات الموت، الوصايا، الكلمات الأخيرة مش مجرد طلبات قبل الرحيل، دي مرايات بتكشف اللي خباه العمر كله، وجروح محدش شافها، وخوف أو حب أو ندم فضل ساكن في القلوب لحد آخر نفس. في الحلقة دي مش هنتكلم عن أعمالهم ولا شهرتهم، إحنا هنفتح باب كان مقفول وندخل على وصايا صادمة لفنانين عاشوا قدام الناس وماتوا بأسرار محدش توقعها. وصايا هتخليك تعيد التفكير في كل حاجة، من معنى الشهرة لمعنى الحقيقة لمعنى النهاية نفسها. نبدأ بسامية جمال، أيقونة الرقص الشرقي، الست اللي كسرت حدود الفن وخلت العالم يقف ليها احتراما. ورغم شهرتها كانت آخر رغباتها خالية من أي ضوء أو لقب. سامية جمال أوصت حارس المدفن إنها ما تتحطش كلمة الفنانة على قبرها، وقالت الموت ما فيهوش ألقاب. وكمان أوصت إن جثمانها يخرج من سلم الخدم، يمكن لأنها شايفة إن النهاية لازم تكون بسيطة بعكس حياتها اللي كانت كلها أضواء. ونروح لفريد الأطرش، أمير العود وصوت عشقته القلوب. فريد اللي قدم للأغنية العربية عمر كامل من الموسيقى والحب. كانت وصيته مؤثرة جدا، طلب إن العود اللي عليه اسمه يدفن معاه ومعاه صورة والدته، وكأنه عايز يفضل صوته وحنينه حواليه حتى وهو في التراب. وفعلا دفن العود والصورة معاه. أما حسين صدقي، بطل ذو مبادئ قوية وصاحب رؤية دينية واضحة في أعماله. الراجل ده قبل ما يموت قال لزوجته احرقي كل أفلامي كلها، لكن استثنى فيلم واحد بس، سيف الإسلام خالد بن الوليد. تخيل فنان يهدم تاريخه كله بإيده ويسيب عمل واحد بس يعيش. نيجي لصباح الشحرورة اللي كانت ابتسامتها دايما أكبر من أي حزن، حتى في لحظة الرحيل كانت مختلفة. وصيتها كانت إنها ما تحبش حد يحزن عليها، بالعكس قالت غنوا وارقصوا يوم جنازتي، خلوه يوم فرح مش حزن. وفعلا جنازتها كانت زي ما طلبت، أغاني ورقص وكأنها رحلت وقفة. ومن صباح ننتقل لروح تانية تماما، رشدي أباظة، الدنجوان، الراجل اللي عاش حياته بصخب وقوة وحضور لا يتكرر. لكن وصيته كانت أغرب مما تتخيل. رشدي أوصى إنهم يرشوا حنة في قبره، كان مؤمن إن الحنة بتساعد الجسد يتحلل أسرع. وصية غريبة حتى على شخصية زي رشدي. نروح لأسطورة الكوميديا نجيب الريحاني، الراجل اللي ضحك الملايين وهو نفسه كان بينكسر آلاف المرات. قبل موته ب15 يوم بس قال لأقاربه ادفنوني ومعايا صورة كشكش بيه. الشخصية اللي غيرت حياته واللي عرف بسببها طعم النجاح الحقيقي لأول مرة، عايز يترحل وهو ماسك لحظة المجد اللي عاشها. نكمل مع أحمد رمزي، الواج الشقي، رمز الرجولة الخفيفة اللي الجمهور حبه بدون تفكير. رمزي اللي عاش حياة بسيطة وبحر وشمس، أوصى قبل رحيله إنه يدفن على البحر في مدافن الساحل الشمالي، المكان اللي قضى فيه آخر سنين عمره، وكأنه عايز ينام على صوت الموج. وكمان عندنا ليلى مراد، صوت من أنقى ما غنى في تاريخ الفن، عاشت دايما بهدوء ورحلت بنفس الهدوء. وصيتها كانت صارمة، محدش يعرف بوفاتي إلا بعد الدفن، وصلاة الجنازة لأهلي فقط وممنوع الغرباء. حتى اللحظة الأخيرة كانت بتحافظ على خصوصيتها. أما بالنسبة لعامر منيب فده كان مختلف عن كل اللي قبله. عامر الفنان اللي عمرنا ما شفناه داخل في مشاكل ولا سمعنا عنه كلمة وحشة، صوت نظيف ووش دايما فيه رضا. لكن جوه حياة هادية زي دي كان فيه جرح كبير محدش يعرف عنه حاجة.
قبل ما يموت بفترة قصيرة عامر قال وصية من أصعب الوصايا اللي ممكن تسمعها، وصية مش مبنية على رغبة ولا خوف، دي وصية مبنية على وجع وعلى خيانة من أقرب الناس ليه. عامر منيب أوصى إن أخته ما تدخلش جنازته ولا تحضر عزاه، مش لأنه كان زعلان منها، لأ، ولكن لأنها كانت متورطة في 4 قضايا نصب واستولت على أكتر من 20 مليون جنيه من ناس وثقوا فيها. وعامر اللي كان طول عمره رمز للنبل كان شايف إن اسمه ما ينفعش يتلطش حتى بعد رحيله. قال كلمته الأخيرة: ما تدخلش جنازتي إلا لما ترجع كل قرش للناس اللي اتخدعوا. تخيل إنسان بيموت وآخر حاجة بيفكر فيها مش نفسه ولا مرضه ولا جنازته، آخر حاجة كانت الحق. كان عايز يقابل ربنا وهو مطمن إن الظلم اللي اتعامل باسمه مش هيعدي. وصية مؤلمة صادمة وقوية. أحياناً الموت يكشف أعمق أسرارنا، أحياناً يصنع لحظة أخيرة من الغرابة، الحب أو العدالة. من سامية جمال إلى عامر منيب، ترك كل فنان وصيته كمرآة لشخصيته، للحياة اللي عاشها وللذكرى اللي أرادها بعد الرحيل. لا تنسوا الدعاء ليهم، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك عشان يوصلك كل جديد. سلام.